تخيل معايا كده انك دخلت دلوقتي تشوف فيديو 30 ثانية، لقيت نفسك عدى ساعة ولسه ماسك الموبايل. السؤال هنا، الوقت راح فين؟ ومين اللي سرقه؟ الحقيقة ان تطبيقات التواصل الاجتماعي ما بقتش بتنافس على وقتك، دي بقت بتنافس على انتباهك. كل فيديو قصير وكل ريل وكل سحبة شاشة، كل ده متصمم بعناية جدا عشان يخليك تشوف الفيديو والفيديو اللي بعده والفيديو اللي بعده. دراسات وتقارير عالمية بتقول ان الانسان بقى بيقضي ساعات كتير جدا على السوشيال ميديا، والاخطر من كده ان الدراسات دي اثبتت ان الجزء الاكبر من الوقت ده بيروح في الفيديوهات القصيرة، من ريلز وشورت وفيديوهات تيك توك. محتوى سريع لكن تأثيره أكبر مما نتخيل. كل مرة بتشوف فيديو بيعجبك المخ بيفرز مادة اسمها الدوبامين، ودي المادة المسؤولة عن الشعور بالمكافأة والمتعة. المشكلة إن عقلك يبدأ يدور على الجرعة اللي بعدها في فيديو جديد. عشان كده كتير من الناس بقوا يحسوا ان دقيقة واحدة على الريلز بتتحول بسهولة لساعة كاملة من غير ما يحسوا. بس خد بالك ان الاخطر من الوقت اللي بتقضيه على الريلز هو التركيز، لان عقلك بيتعود على كل كام ثانية على مشهد جديد وصوت جديد ومعلومات جديدة، وده بيخلي الجلوس على الكتاب او المحاضرة او القراءة في المصحف او حتى مهمة شغل طويلة اصعب من الاول. المشكلة مش في الريلز نفسها ولا في التكنولوجيا، المشكلة لما التسلية تتحول لعادة والعادة تتحول لإدمان. جرب تعمل دلوقتي اختبار بسيط، امسك موبايلك وافتح الريلز، شوف كام دقيقة هتعدي قبل ما تفتكر أصلا انت فاتح التطبيق ليه. الريلز مش شر، لكنها أداة زي أي أداة، ممكن نستخدمها عشان نتعلم وممكن تستهلك وقتنا من غير ما نحس. في النهاية عايزك تسأل نفسك سؤال بسيط، انت اللي بتتحكم في الريلز ولا الريلز هي اللي بقت بتتحكم فيك؟ كنت معكم الصحفي أشرف محمد، واستنونا في فيديو جديد.